كان هناك صديقان يدعيان سليما وفارسا، كبرا معا في حي واحد، وكانا لا يفترقان أبدا. أينما ذهب أحدهما كان الآخر إلى جانبه، حتى ظن الجميع أنهما روح واحدة في جسدين. لكن القلوب يا سادتي لها خفايا، وكما يقولون: ما كل أخضر زرع، ولا كل مبتسم محب. في يوم من الأيام خطط الصديقان لرحلة إلى أعماق الغابة، حيث الطبيعة الخلابة والمياه العذبة. جمعا زادهما، وحملا معهما ما يحتاجانه من مؤن وأدوات. وبعد يوم من السير المتواصل جلسا ليستريحا عند نبع ماء صافي. هناك أخرج سليم شيئا من حقيبته، وقال لصديقه فارس: يا صديقي، أثق بك كما أثق بنفسي، ولذلك سأعطيك شيئا عزيزا علي. إنه شفرة حلاقة فضية ورثتها عن والدي، وكانت محبوبة لديه. تأمل فارس الشفرة، وكان بريق الطمع يلمع في عينيه، لكنه أخفاه خلف ابتسامة زائفة. سكت قليلا ثم قال: إنها جميلة، وسأحافظ عليها كما لو كانت ملكي. لم يكن في قلب سليم شك في وفاء فارس، فهو يراه كالأخ الذي لم تلده أمه. لكنه لم يعلم أن الليل يخفي في ظلامه أنفسا تختبئ وراء الأقنعة. مضت الرحلة بسلام حتى حل الليل، فأوقدا نارا صغيرة وأخذا يتحادثان تحت ضوء القمر. وبينما كان سليم يستعد للنوم، كان فارس يستعد للخيانة. فقد خطر له فكرة شيطانية: لماذا أعيد الشفرة لسليم بينما يمكنني أن أجعلها تحرره من هذه الدنيا؟ وفي الليل، بينما كان سليم نائما في سبات عميق، تسلل فارس بخفة كالذئب، وأخرج الشفرة من جيبه، وبحركة خاطفة غرسها في عنق صديقه. تحدرت الدماء على الأرض، وفتح سليم عينيه متجمدا في ذهول. تحدثت عيناه بألف سؤال: لماذا؟ لكن فارسا لم يجب، فقد كان الطمع قد أعمى قلبه. حمل الجثة إلى جوف الغابة، ودفنها تحت شجرة قديمة، ثم جمع ذهب سليم ومجوهراته، وهرب كما يهرب اللص بعد جريمته. ولكن هل تظنون أن القصة انتهت؟ لا، فبعد أيام قليلة ظهرت فوق القبر شجرة عجيبة، جذعها أسود كالليل، وأوراقها كثيفة، وثمارها حمراء كالدماء. نعم، كانت الدماء تشهد على ما حدث، وكأن الأرض لم تقبل الخيانة، فنطقت بها من خلال هذه الشجرة. ومنذ ذلك اليوم أطلق الناس عليها شجرة الخيانة، وقالوا إن كل من يقترب منها يشعر بقشعريرة، ويسمع همسات غامضة كأن الأرض تبكي على ما جرى. أما فارس فلم ينعم بغنيمته، فقد أصبح يرى سليما في كل مكان، في المرآة، في الماء، في الليل المظلم. يسمع صوتا يهمس في أذنه كل ليلة: طعنتني بيدي، وسقيت الأرض بخيانة. حاولوا الهروب من كابوسه، وذهب إلى الغابة ليقطع شجرة الخيانة، ولكن ماء وضع يديه على جذعها حتى شعر ببرودة تتسلل إلى عروقه، وسمع همسة تردد: الخيانة لا تنسى، والدم لا يجف. فجأة تحجر جسده، وأصبح الجذع يبتلعه شيئا فشيئا، وفي لحظات اختف. لم يره أحد بعد ذلك، وبقيت الشجرة الشاهدة الوحيدة على الخيانة تحدث كل من يمر بها عن قصة صديق خان ودفن، فكان القبر هو مصيره.